الندم احساس اللي صعيب بزاف وقاسح، واللي كيجعلنا نحسو بالعار والاسف حول واحد الفعل معين. ولكن وبما ان الحياه غاديه، فلا بد من ان واحد المرحله كتجي للانسان فيها كيوقف وكيراجع حياته وكيلقى بزاف ديال الحوايج اللي نادم عليهم. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على اهم 6 من هاد الحوايج اللي بنادم كيندم عليهم. وكيف العاده الا بغيتي تعرف التفاصيل فما عليك غير تكمل الفيديو حتى الاخر. بسم الله نبداو. واحدة من أكثر الحوايج اللي بنادم كيندم عليهم فاش كيولي متقدم في العمر اللي هي أنه ما قضاش واحد الوقت اللي كافي مع العائلة والأحباء ديالو. خلينا نكونوا واقعيين، الوقت اللي كيدوزوه معظم الناس حاليا في السوشيال ميديا ولا في أي حاجة أخرى أكثر من الوقت اللي كيدوزوه مع الناس اللي قراب ليهم. وأنا خاصني نقول لك واحد الحاجة، خبارك بلي راك فاش كتقضي الوقت مع الناس اللي عزاز عليك وخصوصا العائلة ديالك، فراه داك الشيء كيساهم في أنه يخلصك من القلق والاكتئاب، بالو كيجعلك تنخرط في الحياة الاجتماعية بواحد الطريقة اللي فعالة وتبعد عليك، بالو كيجعلك تخلص من الضغوطات ديال الحياة اللي تراكمات عليك، حتى راك كتحس بلي كاينين الناس اللي كيبغيوك بصدق وكيدعموك. اضيف الى ذلك ان الثقة بالنفس ديالك كتزاد، وايضا كيتعزز السلوكيات الايجابية عندك وغيرها من الفوائد. فالفرد فاش كيشرف وكيطلع على الشباب ديالو كيلقى راسو هاد الفرص هادو باش يكون مع ناس اللي مهمين ليه وما كيعرفش الاهمية ديالهم، حتى كيمشيو وما كيبقاش ليهم وجود، كيوليو تحت التراب. حينها بنادم عاد كيتصرفق وكيندم، ولكن فات الفوت. فنصيحتي لكل واحد كيسمع هاد الهضره هي انه يتهلا في العائله ديالو والناس اللي كيبغي قبل ما يندم. ثاني حاجه غادي تندم عليها هي انك ما تبعتيش الاحلام ديالك وما درتيش داكشي اللي كتبغي. شحال من واحد فينا دابا عنده بزاف ديال الحوايج اللي باغي يحققهم وينجزهم في حياته، كاين اللي باغي يزور شي بلاصه، كاين اللي باغي يخدم في شي خدمه معينه وزيد، ولكن المشكل كاين في القدره ديال الفرد على انه يتبع الاحلام ديالو والاشياء اللي هو شغوف بها، بحيث ان الكثير ولعده اسباب كيوقفوا في نص الطريق وكيستسلموا كيحطوا السلاح وكيرتخوا وكيقنعوا راسهم باللي صافي الاحلام ديالهم المكان ديالها الواحد المتبقي هو المخيله ديالهم ولا مجال باش انها تتحقق. ولكن مو الانسان ما كيمشي عليها الكار ديال الحياه وكيقارن بوداع عاد كيقول مصا كون غير تبعت ودرت داكشي اللي كنت باغي، واخا كون عرفت ندير اي حاجه في سبيل التحقيق ديالو، كوراني دابا غادي على الحياه ديالك حتى. فاللي عنده شي حلم يتبعو حسن ما يصدق حتى هو في الدوامه ديال النصاب كون غير درت الحاجه الفلانيه. ثالث حاجه غادي تندم عليها واللي هي الصحه ديالك. هذه اهم حاجه كيمتلكها الانسان، ولكن ما كيعرف القيمه ديالها الحقيقيه حتى كتمشي وكتخونو. شحال من واحد فينا حاليا راه عامل الصحه ديالو بشكل مفرط وكيحس باللي راه واخا هكاك راه باقيه مزيانه، ولكن اللي ما عارفش هو ان هذا الاهمال اللي هو فيه حاليا في المستقبل غادي يرجع عليه بما لا يحمد عقباه، بحيث ان الانسان فاش كيوصل لواحد السن معينه عاد كيعرف بالقيمه ديال داكشي اللي خسر، ولكن كتكون التكلفه باهظه بحيث انه خسر اهم حاجه اللي هي صحته. فالاخوان الله يجازيكم بخير، الصحه راه نعمه، فما تهملش راسك وصحتك وفي التالي عاد تندم، لانه غير سلوكنا. رابع حاجه غادي تندم عليها وبشده هي انك ما خاطرتيش وريسكيتي في حياتك. كيقول مارك زوكربيرغ واحد القوله اللي زوينه واللي هي اكبر خطر هو عدم المخاطره باي شيء في هذا العالم الذي تغير سريعا. اذا اردت ضمان الفشل فعليك فقط عدم المخاطره. شتي فاش بنادم كيبدا يراجع الشريط ديال حياته عاد كيبانوا ليه بعض اللحظات اللي كان خاصو يخاطر فيهم. مثلا ناخذ حنا غير التغيير على سبيل المثال، راه كيطلب واحد القدر اللي عالي من المخاطره والجرأه، بحيث ان الانسان غادي يتخلى على راسو القديم سعيا باش انه يلقى راسو الجديد اللي باغي انه يكونه. ولكن حيت هذه الخطوه هذه كيف ما قلت راه خاصها شجاعه ومخاطره، فبزاف اللي كيتجنبوا واحد ببساطه خايفين، وهذا طبعا اكبر غلط، حيت راك فاش غادي توصل لواحد المرحله عاد غادي توعى شنو درتي وشنو ضيعتي على راسك. فما حدك باقي عندك الامل خاطر بطريقه اللي معقوله طبعا مدروسه، حيت الحياه راه قصيره، وكيف ما كيقول الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه نحتاج بعض الجنون في حياتنا لان الحياه العاقله ممله. خامس حاجه واللي هي غادي يندم عليها الفرد في حياته اللي هي الوقت اللي ضيعه. الوقت راه ثمين بزاف ولا يقدر بثمن. كاين جوج ديال الانواع ديال الناس في التعامل معه، كاين النوع الاول واللي هو اللي كينظم وكيقاد وكيستغل بطريقه مفيده، وكاين النوع الثاني واللي كيضيعوا على اشياء تافهه واللي ما عندها معنى. النوع الاول كيكون عنده واحد النوع من الرضا على راسه حيت ما ضيعش وقته، بل على العكس تماما استغل بطريقه اللي جعلته ينجح في حياته. بينما النوع الثاني هو اللي كيتحسر على كل دقيقه في حياته حيت كيلقى راسو ضيعها في اشياء لا تستحق، وهذا كيكون ما دار والو في حياته من غير انه يبقى في بلاصتو. كجزاء ليه
فغنلقى غير الفشل والخسارة وما حققش شنو كان باغي، وفي التالي عاد بنادم كيندم، ولكن الندم ما غادي يفيدو بوالو داك الساعات. فالخيار ليك اختار مع اين نوع باغي تكون حد باقي عندك الوقت. سادس حاجة واخر حاجة لهاد الفيديو هذا اللي غادي تندم عليها بزاف، وهي انك كنت مقيد بشنو الاخرين كيقولوا عليك. المجتمع راه كيضغط علينا بواحد الشكل كبير ومستمر باش نتصنعوا ونكونوا نسخ طبق الاصل من الاخرين، عوضا على اننا نكونوا حنا ونكونوا فريدا من نوعنا ونكونوا متميزين. مثلا خاصك انك تلبس واحد النوع محدد من الحوايج من الملابس وبواحد الطريقه اللي معينه، ماشي باش ترضي راسك ولكن باش الاخرين يكونوا راضين. فهاد التاثير هذا كيمتد حتى للطريقه ديال التفكير، بحيث ان الفرد كيولي غير تابع القاطع وما متفردش بطريقته الخاصه في العيش وفي التفكير. ببساطه كنوليو فحال شي فوتوكوبي من بعضياتنا وكندوبوا مع الجماعه، وكنخليو المجتمع يفرض علينا كيفاش نعيش وكيفاش نتصرفوا. وهنا طبعا كنتجردوا من الحريه ديالنا، وإلا مشى الفرد حتى دار شي سلوك منافي للأعراف ديال المجتمع ديالو فغادي يحس براسو من فيه حيت هو مختلف. وكيف ما قلت هذه حاجه بنادم غادي يندم عليها بزاف، حيت خاصك تعرف، خاصنا كاملين نعرفوا بلي كل واحد فينا عنده حياته الخاصه وعنده الطريقه ديال التفكير ديالو اللي مختلفه على اي شخص اخر. فاذا لاش غادي تبقى دايع في الناس شنو تيقولوا عليك؟ كون انت وما تكونش هما، اختلف عليهم وتميز بشي حاجه اللي غادي تخليك فريد من نوعك. وتيقني على درتيها كيفاش غادي تقدم في السن غادي تحس براسك بلي حياتك كان عندها معنى، ما كنتيش غير واحد المقلد لشنو الاخرين كيديروا وشنو المجتمع كيفرض عليك. وكرساله اخيره قبل ما ننهي هذا الفيديو هذا، فبغيت نقول بلي حدك باقي عندك الوقت، فحاول بما امكن انك تعيش حياه بطريقه مرضيه، وفكر مع راسك وقول واش فاش نتقدم في السن نبغي نكون مع النادمين على حياتهم ولا نبغي نكون مع اللي راضيين عليها. ولك واسع النظر وانت اللي بيدك الاختيار، حيت في الاول والاخير هذيك راه حياتك. المهم هذا ما كان لهذا الفيديو هذا، كنتمنى نكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. نتلاقاو في شي فيديو اخر ودمتم سالمين.